السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، ما وشما وانا قايتين بوجدار قايتين كتاب الزكاة صحيح الجامع جناب امام البخاري رحمه الله عليه. یہ حدیثت کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وقتی کے خلافت زورت وڑا دیما چیبوت سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه زمانه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ایبوت حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہوئے تحفظ کے جا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوٹ تھی. آواز ہے جواب دا فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق خبر ایبو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکوتی سفر اورند کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانانی رحشون ہو امیر و حاکم و خلیفہ بو یہ حالت بود کہ كفر من كفر من العرب عربا ہر کسی یارا کہ کفر کنگیت کرتش